في الوقت اللي كان فيه المسلمين بيستعدوا انهم يفتحوا مصر، نساء الروم خافوا على نفسهم من المسلمين. كانوا فاكرين ان المسلمين هيعملوا زي الرومان لما بيدخلوا البلاد بيهتكوا اعراض النساء وبيشردوا الاطفال. لكن تتوقع مين اللي كان بيهديهم؟ ارمانوسا بنت حاكم مصر بنفسه. كانت بتقول واحده من وصفاتها: انت واهمه يا مريم، انسيتي ان ابي قد اهدى الى نبيهم بنت انطنا، فكانت عنده في مملكه بعضها السماء وبعضها القلب. لقد اخبرني ابي انه بعث بها لتكشف عن حقيقه هذا الدين وحقيقه هذا النبي، وأنها أنفذت إليه دسيسا أن هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم تنفيذه بين الحق والباطل، وأن نبيهم أطهر من السحابة في سمائها، وأنهم جميعا ينبعثون من حدود دينهم وفضائله لا من حدود أنفسهم وشهواتهم. وإذا سلوا السيف سلوه بقانون، وإذا أغمدوه بقانون. وفعلا صدقت فراسة أرمانوسا، فلما وقعت أسيرة في يد المسلمين أرسلها القائد عمرو بن العاص مع خدمها وأموالها معززة مكرمة لأبوها.